طبعا طالعين النهارده نتكلم عن اللاعب اللي شاغل السوشيال ميديا، اللاعب تيدي اوكو. طبعا في الاول قالوا لك عنده مشكله طبيه وعنده جاله عرض كبير من النادي الرياضي السعودي، وطبعا اخر حاجه وصلنا لها ظروف اسريه وشخصيه. الحقيقه يا باشا عندنا ان في رسائل جت للاعب تيدي اوكو من وكيل في مصر، بعت له رسائل بيقول له انت هتتبهدل في الزمالك ومش هتاخد مستحقاتك ومش عارف ايه والكلام اللي انتوا فاهمينه. نفس الكلام حصل مع اللاعب لو تفتكروه اوبانزا الله يرحمه، اللاعب دوت نفس الكلام ده حصل معاه، وبرده كنا خدنا الاستغنى بتاعه من النادي بتاعه والكلام دوت، وبرده حصل معاه نفس المشكله بالظبط تمام، واشتكيناه ساعتها للفيفا. لكن اللاعب تيدي اوكو على قيد نادي الزمالك رغم اللي عمله الوكيل المصري دوت، لكن ما يعرفش ان الزمالك مخلص معاه ومعاه ورق يثبت ان اللاعب زملكاوي، ومن النادي بتاعه كمان في ورق يثبت ان اللعيب زملكاوي. طبعا جون ادوارد عاليته الكبيره طبعا مخلص معاه من زمان قبل ما يحصل اي شوشره والكلام دوت. طبعا جون ادوارد هيستنى اللاعب، والله جه لعب مع النادي واستمر خلاص ماشي، ما استمرش جون ادوارد هيضطر ان هو يبيعه. وطبعا في صفقات طبعا هتيجي احسن من كده، ولازم نقف ورا نادي الزمالك، وان شاء الله اللي جاي احسن، وهننافس على كل البطولات وهنفضل حاطين عليكم برضو. ونلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.